كده زي ما احنا شايفين يا جماعه بيتم استعداد الجنط بمنتهى الاحترافيه. طبعا الجنط ما بيبانش نهائي بعد استعداله، لان حصل فيه اي حاجه. بيتم استعداد الجنط يا جماعه بطريقه احترافيه عاليه جدا. بيقدر الحاج عاطف، باشمهندس عاطف، يرجع علينا الجنط بسم الله ما شاء الله. مش اول جنط يا جماعه، بالعكس اللي انا بودي عنده سلوك كتيره جدا. بطلع بعد ما بيعمل الجنط بلاقي لان الجنط طلع بنسبه 100%، والجنط كانه ما اتلمسي ولا اتعمل فيه اي مشكله. بالعكس بيطلع لنا الجنط يا جماعه مليون المية بدون تغييره. طبعا التسخين ده بيكون علشان اللي هو يقدر يستعدل الألمونيا بدون لا قدر الله ما تطق منه. وطبعا هو الراجل بيكون أدرى بشغله، لأن هو زي ما احنا شايفين كده يا جماعة كل شغله استعدال في الشروط. ربنا يزيده من فضله. طبعا زايد يا جماعة إن أسعاره بتكون رمزية جدا. راجل متواضع زي ما احنا شايفين كده الحاج عاطف، من كمية الناس المحترمة والمؤدبة جدا وبتتقي ربنا في شغلها زي ما احنا شايفين كده. انت قدامك قد ايه يا حاج عاطف وتحطه على كده هيتم يا جماعة اللي هو هيشيله وهيتم استعداله بإذن الله. بيرجعه بنسبة 100% زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. قول لنا ايه الاخبار يا حاج؟ تمام ان شاء انا الله. شايف كل حاجه بسيطه قوي بس فيه انا يعني. شايف ان هي مش ملموعه حتى في الفيديو وانا بصور. انا شايف ان هي مش ملموعه خالص يا حاج عاطف. الله ينور عليك بجد. عليك يا سعاده الباشا. كده يعني انت كده شايف ان في سنه كمان هتجيبها. ان شاء الله. طب يلا انا معاك اهون. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر عليك يا حاج عاطف، ربنا يزيدك من فضله. هنشوف برضو احنا مع بعض اهو نشوف استعداله. جيب الخشب علشان خاطر ما تاذيش الجنط. تمام. عشان الشاكوش ما يجيش كله ناحيه الجنط، عشان ولا يطبق عشان ما يصلح. يعلمش حتى في قلب ما الجنط. يعلمش يعني انا ولا شايف أي حتى يا حاجة. حاج عاطف ان انت مع في الجنط ما فيش دق خالص. يعني مش باين كأن الجنط اتلمس لا لا اساسا. ان شاء الله. تعالى احنا هنصوره بقى انا شايف كده ان هو تمام يا حاج عاطف. ان شاء الله. تعالى صور من قدام من هنا. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ربنا يحميك يا رب ويسترها عليك. زي ما بتفيد الناس. طبعا يا جماعه هو بيكون عامل زرجينه زي مسمارين في الجزئيه دي علشان يقدر يطلع معانا الجنط بنسبه 100%. في اي احتكاك في المسمارين اللي هم دول يعرف على طول، لان الجنط محتاج يتعدل من جزئيه معينه. فبالتالي بيعلمه وبعد كده بيرجع اللي هو يستعدله بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كده الجنط ده كده تمام يا حاج ان عاطف. شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر عليك يا رب يحميك يا رب. وطبعا يا جماعه انا بنصح باي حد حابب يعدل الجنط بتاعه الحاج عاطف في مركز مشتول السوق بعد مركز الصيانه عندي ب 200 متر. الحاج عاطف بيرجع الجنط بسم الله ما شاء الله كما كان. بيرجع الجنط كما كان بنسبة 100% استعدال، مش بنسبة 99%. طبعا يا جماعة بدون أي آلات كلها يدوية زي ما احنا شايفين كده. يعني الحاجة كلها اللي هو بيعدل بيها كلها شغل يدوي، لكن دي سبحان الله بتكون موهبة من عند ربنا اللي هو يقدر يستعدل شغل زي كده بدون ما يضر الجنط. نبص على الجنط الامامي. طبعا ده احنا قلنا جنط 200 ان اس.
طبعا احنا شايفين الجنط ده يا جماعه فيه جامد جدا. بركات. لو بصينا هنا في الجنط هنلاقي لان الجنط فيه نسبه عاليه جدا. وبرضه الجنوط السلوك يا محمد طبعا طقم جنط سلك، الجنوط الالمونيا، اي جنط بيتم استعداله زي ما قلنا بالطريقه اليدويه، طريقه طبعا يا جماعه يدويه لكن بتطلع بنسبه 100%. النهارده انا حبيت ان انا اعمل ليكم الفيديو ده مخصوص علشان لو انت بتشتكي من عدلان الجنط بتاعك، الموضوع سهل جدا وبسيط جدا. وطبعا هنتفاجئ كلنا بالسعر في الاخر مع الحاج عاطف، يعني الاسعار غير الاسعار اللي احنا بنسمع عنها نهائي. طبعا زي ما قلت ان التسخين دون علشان اللي هو يقدر يطري معاه الالمونيا، بحيث لان لما يجي يعدل الجنط ما يحصلش معاه عمليه كسر في الجنط زي ما احنا شايفين كده. طبعا يا جماعه دي بتكون موهبه من عند ربنا، ان الشغل ده طبعا بيكون موهبه. الراجل يعدل الجنط بطريقه احترافيه. طبعا في ناس كتير ممكن تيجي تعمل او تغامر بحاجه زي كده، ممكن تؤدي لكسر الجنط وتدخلك في تغيير جنط بالكامل. طبعا انا قلت لجميع الموتوسيكلات، اي موتوسيكل يا جماعه فيه رفه فيه الالمونيا، لا قدر الله لو جنط معاك فيه كسر بيتم اللحام فيه وبيقدر باذن الله يرجعه لك بنسبه 100% تاني بدون حتى ما حد ياخد باله، لان الجنط فيه كسر او فيه اي مشكله. طبعا يا جماعه موضوع اللي هو يسخن في الجزئيه دي، طبعا زي ما قلت ان دي موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا ما انصحش اي حد سواء فني او صاحب البايك لان يعمل حاجه زي دي لنفسه، لان ممكن لا قدر الله، ولا نخلي حتى فني يعمل الموضوع ده، لان لا قدر الله ممكن يطير الجنط في ثواني. طبعا هنا بيكون الحاج عاطف بيكون طبعا زي ما قلنا ان ربنا وهب له الموضوع ده، وده طبعا اكل عيشه، فبالتالي بيقدر اللي هو يطلع الجنط بنسبة 100% بدون مخاطر بالجنط. يعني بلا ما انصحش اي مخلوق مدام مش بتاع جنط او يقدر يستعدله اللي هو يعمل الكلام ده لنفسه، لان ده طبعا هيكون اكبر ضرر على الجنط. ده طبعا زي ما قلت دي موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا واهبها للحاج عاطف، واحنا طبعا بنعمل خطوة بخطوة بحيث اللي احنا نشوف مع بعض بمنتهى السهولة. طبعا الموضوع سهل جدا للحاج عاطف، لكن هيكون صعب جدا للي مش فاهم في الموضوع ده.
يعني طبعا هو الموضوع بالنسبه له هو سهل، لكن بالنسبه لناس كتير يا جماعه هيبقى صعب جدا جدا جدا، لان سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى مسخر ليه اكل عيشه في الموضوع ده. انا شايف اللي هو كده بقى تمام يا حاج عاطف. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله. طبعا الحاج عاطف يا جماعه لو في الهواء بيقول على طول، ما بيقولش. مش في ناس كتير ممكن يكون شايفه اي حاجه وما بتقولش، لكن الحاج عاطف عكس كده تماما. لو الجنط فيه الهواء بيقول لنا، لان الجنط فيه ومحتاج اللي هو يتظبط. حاسب الاسطوانه يا حاج عاطف. طبعا البلاستر يا جماعه او الستيكر اللي محطوط على الجنط طبعا بيكون عامل سنه رفه، عشان ناخد بالنا منها ايه، عشان ممكن الناس تركز في اللزق الاحمر اللي هو بيكون موجود على الجنط. طبعا ده بيبقى فيه عالي وواطي، فهو طبعا ما بيشتغلش على الموضوع ده، هو بيشتغل على الزراجين اللي هو عاملها يدوي. ابص من جوه صح يا حاج عاطف. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميك حق جاء النبي ويستر عليك. زي ما احنا شايفين يا جماعه الكاميرا حتى مش جايبه الهوا في الجنط، عكس تماما اول ما صورنا الجنط. طبعا الجنطين تم عدلانهم في اقل من 10 دقايق بالظبط، واكيد شايفين في الفيديو. يعني الجنط خد 5 دقايق في ايد الحاج عاطف. بسم الله ما شاء الله، ربنا يهديه يا رب، ربنا يهدي ليه شغله ويوفقه ويصلح حاله. ويا ريت كلنا يا جماعه ندعي له ان ربنا يوفقه ويصلح حاله حق جاه النبي. زي ما احنا شايفين كده الجنط. نتفاجئ بقى بالسعر كده. حسابك كام يا حاج عاطف في عدلان الجنطين؟ خلي ده بعدين بقى. ايه ده بعدين. مش اشكال، عشان بس الناس. خلاص يا جماعه، هو طبعا الاسعار بتكون رمزيه جدا. زي ما شفنا ان الجنط اتعدل فيه 5 دقايق. ولو عجبكم الفيديو متنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس.